ما تيأسش. امم والمكسب السريع اللي بيجي في الاول فخ. وهتدير البيزنس بنفسك دي هلك. فمره واحده انا صاحب شغل اشتغلش بايدي. الناس اللي هي حطت فلوس ويقول لك مشي الدنيا ماشي، طب احنا محتاجين نضخ فلوس تاني، انا هحط كذا ومحتاج منك قد كده. لا لا لا، مش يا ابني، احنا مخلفين طفل لازم نصرف عليه عشان يكبر. في نقطة مهمة بقى فاتتنا في نص الكلام كده. حلو. احنا بدأنا من 5000 جنيه ودلوقتي بنتكلم في مطعم في مكان محترم بديكور محترم الحمد لله. بخامات محترمة. ازاي ان هي الفكرة بتاعتك تتحول من حاجة انت بتدوقها لحاجة انت بتشوفها؟ صح. احكي لنا عن الدرس اللي اتعلمته اول ما بدأت خالص ب 5000 جنيه بتوعك، عملت ايه غلط؟ اهلا وسهلا بيكم في تاني حلقة من البودكاست بتاعنا، بودكاست من 0 إلى 1. النهارده معانا ضيفنا الجميل حبيبي انا شيف حسام، ربنا يخليك. اونر مطعم ري رامن. ري رامن اللي ما يعرفش هو بيقدم فكره ما اتعملتش تقريبا ولا هتتعمل تاني، ان هو بيقدم اكل ياباني بطابع مصري. السوشي والرامن المفروض بالطريقه التقليديه بيتقدموا في المطاعم المصريه، هو بيقدمها بطريقه مصريه. فاحنا النهارده جايين نسالك سؤالين بشكل اساسي. معاك، انا معاك. اول حاجه، انت عندك كام سنه؟ 31. 31 وانت لسه فاتح البيزنس بتاعك السنه دي؟ لا، كان بقالي من انا فاتح من 2023. تمام. بس قعدت فتره كده ما مش ظاهر، يعني ما كنتش بحب اظهر على السوشيال ميديا قوي، وكنت شغال على الورد اوف ماوس بس. يعتبر لسه بادئ عامل ريوبننج من اول وجديد من شهر 8 اللي فات. يعني بنتكلم في ان احنا بقالنا 4 شهور دلوقتي بالظبط. طب انا عايزك تقول لي بشكل سريع يومك بيمشي ازاي؟ يعني بقى من ناحيه المطعم طبعا مش عارف. بروح المطعم كل يوم من الساعة 12 لحد الساعة 12 بالليل، ومتواجد على طول هناك بنفسي. بحضر، بدرب الستاف اللي معايا، بحاول اطور واحدة واحدة. بس بروح الجيم كده كل فين وفين، يعني عشان خاطر برضه الصحة مهمة جدا. اكيد. بس ده يعتبر يومي، مفيش اي تفاصيل كتير. الفكره كلها انا سالت السؤال ده علشان الناس بتفكر ان طالما انت بزنس اونر او طالما انت فاتح مطعم سفريات ورحلات انت وخروجات بتعد وفسح. الفلوس لا وبتاع. لا لا لا. ففي ناس كتير مش مستوعبه نقطه صعوبه فتره البدايه، وانت يعتبر لسه بتطلع من البدايه دلوقتي. طبعا. مفيش فكرة بتنجح من الأول خالص، يعني أول فترة دي كمان بتبقى صعبة جدا. مصاريفك بتبقى كتير ولازم تهندل الدنيا في النقطة دي، ومفيش حاجة الربح بتاعها بيجي انت لازم تفرتكه على طول أول بأول. يعني مش عشان خلاص أنا الشهر ده ربنا اداني المبلغ الفلاني فخلاص أصرف، لا، الشهر اللي جاي انت مش عارف. فلازم تظبط برضو احتياجاتك. فلوس الشغل للشغل مش شخصية. واللي يفتح بيزنس يحاول يدور على شغل تاني جانبي لو انت لسه سنك صغير والبيزنس مش معتمد عليك، علشان الفلوس اللي بتطلع من الشغل لازم برضو تدورها في عجلة الشغل، بالذات أول كام سنة. تمام. في ناس أول 6 شهور والدنيا بتبان معاهم، وفي ناس تانية لأ، يعني بيقعدوا 2 3 على ما يبتدي بقى خلاص أنا ممكن أعيش باللي طالع لي. مظبوط. لكن مش دايما البيزنس بيمشي بالطريقة اللي الناس متخيلها. هو مش ربح سريع، مش فتحت بكرة خلاص أنا الدنيا زحمة عندي، لا طبعا. طيب بالنسبة للفكرة بتاعت ان احنا بقى عاملين مطعم بيقدم اكل ياباني بطابع مصري بتست شرقي. انا كنت شغال في مطعم بيقدم سوشي زمان، ومطعم مشهور جدا. الاسعار دايما في المجال دوت غالية، لان هو الاكلة تعتبر من الحاجات الناس واخداها على انها لايف ستايل وبتاع. بس انا بحب الاكل ده، وفي نفس الوقت في حاجات كستاندر بره مصر في دولهم مش ماشيه معانا احنا كمصريين كمعاد. فانا حبيت ان انا اعمل شويه حاجات كده في النص، في انواع التتبيلات، طريقه التسويه والتحضير وكده، نفس الستاندر بس تسويات مختلفه، طريقه التحضير مختلفه، حاجات تمشي مع ثقافتنا احنا ومع ذوقنا، وفي نفس الوقت تبقى بسعر برضو مش خرافي، عادي، اللي هو ممكن قشطه يبقى ده الغدا بتاعي النهارده. ما يبقاش مثلا مره في الشهر او مرتين في الشهر او مره كل فين وفين. طيب ماشي، ما عندناش اي مشكله مع الكلام ده كله. حلو. الفكره انت قلت لنا هي جت منين؟ طيب انت قعدت قد ايه تقريبا شغال على الايتمز اللي في المنيو بتاعتك؟ بدأت الأول في شقة عند واحد صاحبي، كان الشيف عبد الغفور الله يكرمه. هو اللي علمني أصلا حاجات كتير أوي في المجال ده.
فانا كنت عايز ابدا وما كانش معايا فلوس. كان كل اللي معايا اول عن اخر كبدايه كانت 5000 جنيه، وكنت سايب الشغل بقالي فتره، وكنت حابب ان انا ابدا بقى خلاص. انا كان بقالي سنين بفكر في الموضوع وقلت لا اخد الاكشن. فقال لي انا عندي مكان مجهزه عامله كلاود كيتشن، روح ابدا هناك. واشتغلت اونلاين، قعدت 6 شهور في الشقه بجرب بس. ونصيحه، ما تعتمدش على رأي اصحابك. مش عشان هم كذابين ولا حاجه ولا هيوقعوك، بس الفكره ان صاحبك عايز يشوفك فرحان. اكيد. فانت عامل الحاجه وطعمها مش احسن حاجه في الدنيا، فهو هيقول لك لا جميله تحفه. هتيجي بقى تنزل على ارض الواقع تقدم لعميل هيدفع فلوس هيدوق لا في تعديلات كتير قوي. وانت بالنسبه لك ممكن يكون التست عندك برضو انا حابب الطعم ده بس بقى غيري مش حابه. طبعا. فما تاخدش راي اصحابك وتلتزم بيه. حاول برضو في البدايه تطلع سيمبلز فري بحيث ان الناس برضو تقول رايها بمنتهى الوضوح. طيب ماشي، ده كلام مفهوم كله. حلو. نقطتي برضو في ان احنا بنيجي هنا لما بنحب نتكلم مع ضيف نساله في التسويق. حلو. انت لما جيت تبدا البراند ده انت بتقدم فكره زي ما بنقول هي مش موجوده قبل كده. غريبه شويه. بالظبط. فاللي هو انت حتى كاتب تحت ري رامن عندك ايه؟ ايجيبشن جابانيز سوشي. صح. فانا لو انا معدي في الشارع هقول لا حول ولا قوه الا بالله، ده في حاجه غريبه. ايه الايجيبشن سوشي ده؟ ف كان في ناس فاكرانا بنلف بورق عنب. والله. وكانوا بيستغربوا يقول لي الاخضر اللي من بره ده ورق عنب، اقول له لا ده ورق نوري سي ويد عشان بحري. فكان يقول لي ده بجد ولا ورق عنب وانتوا لافين بيه. فكان لا كنت اسمع كومنتات غريبه بس كانت بضحك يعني، كان الموضوع بالنسبه لي لطيف. طيب انت لما بدات المطعم وعملت اللانشنج كامبين بتاعتك، حلو، اكيد انت وصلك ردود افعال الناس في شويه يعني لحد ما كان الموضوع في الاول كان حلو. بالظبط. النقطه بتاعتي او السؤال بتاعي، اعتمدت في ايه على التسويق بتاعك؟ بص انا من زمان وانا معتمد على مبدا ايه، ان احنا كل فتره ننزل بوستات او اعلانات، والعميل اللي يجي لازم الاكل يعجبه. ما فيش يعني هيعجبك يعني هيعجبك، هنطلع اقصى ما في وسعنا. فقعدت 2 وشويه لا ده بيجيب ده بيجيب ده بيجيب ده بيجيب ده لحد ما عملنا الري اوبننج تاني، وبعدين بدانا نظهر شويه على السوشيال ميديا عن طريق الدعايه. بس برضو الموضوع كان معتمد على ان الناس تقول لبعض برضو، لان دي احسن بكتير. لنقطه عميل السوشيال ميديا دلوقتي بالذات الجينزي بيتابع اكتر من محتوى واكتر من حد. فهو النهارده شاف حسام بيقدم حاجه حلوه فهيروح يجرب، بس مش هيبقى مرتبط بالمكان. هيشوف حد تاني بيقدم حاجه تانية هيروح يجرب، وهكذا وهكذا، مش ستيبل. بالظبط. غير الجين الفا والناس الكبيره شويه دي لما بيعجبهم مكان من ناحيه السيرفيس او الاكل عامه بيبقوا رجل. خلاص يعني انا اعتمدت المكان ده، انا حبيته. لحد ما يظهر مكان تاني احلى شويه كتار فهيبتدي يروح المكان التاني وهيجي لك. ايوه. لكن جينزي لا، جينزي الصراحه هم حلوين جدا بس مشكلتهم ان هم مش لويال للبزنس يعني. يعني هو هيجي لك يجرب وهيفرح بالمكان هيفرح بالطعم بس متابع اكتر من محتوى، فهيروح يجرب هنا وهنا وهنا والتجارب الى ما لا نهايه يعني في مصر بالذات. طيب السؤال اللي بعد كده ده بالنسبه لي السؤال المفضل. حلو. علشان احنا سالناه قبلك لشيف ممدوح وهنساله لك. طيب في الفتره بتاعت البيزنس بتاعتك دي انت عديت بكام تريب يخص البيزنس؟ كوارث يعني. والنصيحه لو هتاخد قرار ان انت تفتح مشروع حاول ما ترتبطش. قفلنا باب الارتباط خالص. بص هقول لك على حاجه، مش عشان الطرف التاني مثلا هيبقى وحش ولا حاجه، بس انت قدامك ضغوطات كتير. اكيد. فحجم الضغوطات لو انت مش هتعرف تهندله هترتبط هتبقى عندك مشاكل اكتر، يا هتعطل البيزنس يا هتخسر اللي انت مرتبط بيه. فهتاخد قرار ان انت تفتح بيزنس ما ترتبطش. حاول تعيش خفيف خفيف كده، اول ما تقف على رجلك وتعدي الضغوطات بتاعه المشروع ابدا بقى دور. لان انت برضو انت في البدايات بتبقى محتاج سيوله اكيد، ومحتاج الوقت كله، ومكالمات التليفون بتاعت صحابك والخروجات والحاجات دي كلها هتقعد فتره تنساها. انا بقالي 3 سنين يمكن بخرج كل فين وفين، بتفسح كل فين وفين، بسافر كل فين وفين، وبتبقى صدفه وممكن تبقى السفريه اصلا شغل. غير كده الموضوع بيبقى فيه التزام ولازم تتعلم الالتزام.
لان هي هتيجي عليك فترات برضو في البيزنس انت مش شغال، شهور. يعني انا عانيت كذا شهر ورا بعض مفيش شغل، الدنيا هاديه جدا، السوق الفتره دي في حاله ركود. هتعمل ايه؟ هتقفل؟ لا، لازم تبقى ملتزم ان انت قاعد تحاول تطور، تطلع افكار جديده. الفتره دي يمكن ربنا اداها لك هبه من عنده ان انت تبقى فاضي فيها، تحاول تعمل بقى ايتمز جديده، تتعلم حاجه شويه في مجال البيزنس هتفيدك في شغلك قدام. لكن غير كده ما تيأسش. والمكسب السريع اللي بيجي في الاول فخ. ده يعني حقيقي. انت فتحت ولقيت الدنيا ما شاء الله ضربت معاك شغل، ممكن مره واحده تبص تلاقي الجو رايح. فالمكسب السريع بيجي في الاول فخ، هيكعبلك قدام. وبالذات لو انت مش عامل حسابك او احتياطاتك على التأسيس نفسه ان هو صح، العماله، الكفاءه بتاعت المكان عندك، دولت حاجات لازم تشتغل عليهم كويس جدا كمان في البدايه. بس دي اكتر حاجات جت في دماغي يعني. بس المعاناه لا، عانيت كتير قوي في النص يعني. شفت بلاوي بصراحه يعني. طيب من خبرتك انت كشيف، لو انا عايز افتح مطعم صغير حلو. بحجم المطعم بتاع رامن، انا شاب حلو. بفكر في حاجه شبه كده، حلو. الموضوع هيحتاج مني ايه؟ يعني خلينا نقسم الموضوع 3 حاجات ممكن يحتاجهم مني. حلو. ماديا، جميل. وبالنسبه لالتزامي انا ووقتي للمكان، طبعا. وتالت حاجه واهم حاجه ايه الفكره او ايه الحاجه اللي انا هقدمها. بس قبل ما تفتح جدول الاول فلوسك، شوف انت معاك فلوس قد ايه. حاول تدور على لوكيشن كويس، لو مش هينفع تفتح في مكان حاول تشوف كلاود كيتشن تشتغل منه اونلاين. بس اللي انت مش هتصرفه في المكان هتصرفه في الدعايه، ودي اهم حاجه. اشتغل على الباكينج واشتغل على الفكره. اقعد كام شهر كده مع نفسك في البيت، جرب الفكره، شوف الاكل اللي انت هتقدمه ده الناس فعلا محتاجاه ولا لا. وحاول تحط خطه لقدام، واعرف ان الخطه دي عمرها ما هتكمل للنهايه صح. أكيد. وفي حاجات كتير قوي هتظهر لك في النص، هتضطر انت تتطور من الخطه اللي انت عاملها. بس لما تيجي تحط رجلك في المكان يكون معاك فلوس تعرف تسدد بيها التزاماتك فتره، حتى على الاقل 6 شهور، من 6 شهور لسنه. من 6 شهور لسنه اقل حاجه. اقل حاجه. يعني ما انا محتاج يبقى معايا رانوي كاش او حاجه تمشيني سنه، لو انا ما ببيعش، لو انا ببيع بصفر. في نقطه، لو هتدير البيزنس بنفسك دي هلكة سودة، ولازم طول الوقت تكون مركز. وغير التركيز كمان لازم يكون عندك التزام بجد يعني، لان انت هتيجي تقفل حسابات مش مهم النهارده هلم الكاش من الدرج واشيله واروح انام، وبكره هقفل، فهتلاقي عليك تراكمات هتضيعك. هتيجي بعد كده تشوف انت كسبت ولا خسرت. طب انا معايا فلوس بس مش كسبان، الفلوس اللي معايا طالعه كلها التزامات، عشان انت ما بترجعش على اللي انت بيدخل لك واللي طالع من عندك. فطالما هتدير البيزنس بنفسك ما معكش شركاء، لازم تتعلم ان انت 3 في 1. انا محاسب وشغال كذا في المكان ومركز مع كذا وبعمل كذا. والشراكه على قد ما هي مفيده، على قد ما برضو ان هي ممكن توقع بيزنس بعد فتره. اكيد. لان في البدايات الدنيا بتبقى حلوه، فمحدش بيبقى واخد باله من عيوب الطرف التاني، شبه الجواز بالظبط. ده حقيقي. اختيار الشريك كانك بتختار فعلا. طبعا حاجه صعبه جدا. ولازم يكون بيفهم في حاجه. يعني ما تجيبش شريك عشان هو معاه فلوس. لو جبت شريك لازم يكون الشريك بيفهم في حاجه، تكملوا بعض. وكل واحد يبقى ملتزم بالحته بتاعته. التعديلات دي مفيش حد بيعدل على التاني، بس الفكره ان احنا لما نقعد مع بعض احنا الاثنين كل فتره او اخر اليوم اقول لك احنا عملنا 1 2 3، فانت تقول لي المفروض كنا نعمل كذا كذا، فنوصل لحل يقوم الشغل. يعني من كوارث انا شاركت، خلي بالك شاركت كتير قبل كده. طيب احكي لنا بقى. لا مش صعب قوي. ما تحكيلناش عن الشركه نفسهم. عن الشخصيات. عايزك تديني يعني دروس، ايه اهم الحاجات اللي قابلتها لما جيت اخترت شركه، وتنصح الناس لو بتدور على شريك تدور على ايه في الشريك ده. طبعا غير الصفات الاساسيه، الامانه ومش عارف ايه، ده حاجات اكيده ومسلمه. بس بنتكلم في اللي هو صفات الشخص. بص، ابعد عن العاطفه في الاختيار، ده اساسي. يعني ما تجيش ساعه ما تيجي تختار عواطفك تكون سايقاك وتقول فلان ده طيب محترم لطيف. وقت الفلوس في ناس كتير بتتغير. اول شريك ليا كان صديق وما كانش ده المجال بتاعه اصلا، فبدا يتعلم مني، وبعد ما اتعلم الدنيا ما بيننا بقى في خلافات. انا سن صغير وهو اكبر مني، وانا كنت مدير مكان في السعوديه، وفي مصر هنا كنت هيد باريستا في اكتر من مكان. فهو عارف انا كان شغل عامل ازاي.
فكان الموضوع بالنسبه له حسام بيتعامل على اساس ان هو مدير لسه. يا عم لا، انا واقف طول اليوم بكروكس في رجلي والميه مبهدلاني، بنضف وبسيق وبقطع وبحضر وبعلمك. فانا لسه برضه في مرحله ان انا بعلمك. فكان الموضوع فيه خلافات كتير. فحاول ان هو مش عشان طيب ومحترم ولطيف ان انت خلاص تشاركه، لا، لازم تختار حد تكون عقليته متزنه، عارف يفرق ما بين ان احنا فعلا في شغل، فكك من سني وانسى سنك خالص. انا في شباب صغيره جدا اصغر مني بكتير، لو جه قال لي معلومه وهو صح فيها خلاص انا اقتنعت وهشتري وهشتغل باللي هو قاله لي، ما عنديش مشكله، هتعلم. فيبعد عن النوعيه دي اللي هي مش قابله، ما بتتقبلش الكلام من الاخر طالما هو اصغر منه في السن. دي يبعد عنها. تاني حد اللي معاه فلوس ومش عايز يشتغل بايده. انا ما عنديش مشكله برضو تاني ان انا يبقى معايا فلوس واشغلها. تمام. ده نوع، بس ده نوع استثمار. وبيبقى نوع مناسب اكتر للبزنس اللي هو في مرحله اكبر من حد بيبدا. حلو جدا. يعني دي نقطه اساس. يعني بيضخ عشان هيلاقي فيما بعد بالظبط، او بيضخ علشان احنا هنفتح فرع جديد، والفرع الجديد ده هيبقى له مدير، وفي حد عندي اصلا مدير تشغيل وبيدور صح. الدنيا. فانا لما هحط الفلوس دي بحطها كراس مال مش اكتر ولا اقل، فانا مش محتاج اتدخل في حاجه. لكن تيجي مثلا ايه في البدايه احنا هنفتح الفكره الفلانيه في المكان الفلاني، هندور على مكان وبتاع، تمام، هتشتغل؟ قال لي هشتغل بايدك بايدي، تمام، هتمسك كذا وانا امسك كذا، كل واحد فينا مسؤول عن الحته دي هندلها. بعد كده خلاص احنا في فلوس دخلت ان شاء الله، الدنيا اشتغلت معانا، عملنا بالك محترم في اقل من 10 ايام ما شاء الله. فمره واحده انا صاحب شغل اشتغلش بيتي. هات لي بقى مرتبات وهات لي ناس وهات لي مش عارف طيب ايه. احنا كان الاتفاق من الاول ان انا هشتغل وانت هتشتغل والدنيا ماشيه لحد ما يعني نكبر شويه، كبرنا شويه وبدانا ننزل موظفين، خلاص هنشيل الدنيا. لا انا مش هشتغل بيتي. ليه؟ كسبناك ايه؟ احنا مش ما عملناش 50 60 الف ولا 100 الف، احنا عاملين رقم صغير بس بالنسبه لنا كان رقم وقتها طبعا اكيد. فمن هنا بقى بدأت المشاكل، اللي هو أول ما مسكنا فلوس بدأت الحاجات تظهر غريب. وابعد عن الشريك اللي أهله بيتدخلوا معاه. ما تبقاش كبير وقادر تاخد قرار وبترجع برضو لأهلك، ما فيش مشكلة طالما هم عندهم خبرة وانت مقتنع بكلامهم. لكن لو هيغرقوك بلاش، وما تاخدش كلامهم وتيجي تنفذه على طول. اتناقش مع شريكك لأن انت يعتبر أكيد انت في حد تاني معاك. انت ممكن رأي اهلك ما يبقاش ماشي مع طبيعة الشباب اللي احنا بنتعامل معاه، فممكن يغرقوك، لا ابعد. وفي نوع تالت برضو من الشراكة بتاع الناس اللي هي حطت فلوس ويقول لك مشي الدنيا ماشي، طب احنا محتاجين نضخ فلوس تاني، انا هحط كذا ومحتاج منك قد كده. لا لا لا، مش يا ابني احنا مخلفين طفل لازم نصرف عليه عشان يكبر يعني ونطور فيه. لا والله انا استكفيت باللي انا حطيته في البدايه. طيب انا هحط واخد من النسبه بتاعتك. لا نسبتي زي ما هي. طب انت ايه؟ انا بتعامل مع مين؟ هحط فلوسي. هو عامه الحل في الموضوع ده محامي عقود. الموضوع بسيط، قمه البساطه، لان انت لو هتضخ فلوس من حقك ان انت تدايليوت الشير بتاعت الشخص، اخد حته منه، تاخد نسبه لازم. بص انا كتبت عقود مره واحده بس في حياتي في شراكه وانا ما ندمتش، يعني مش هقول لك ان انا ندمت، بس خسرت الشخص وخسرت فلوس. لان برضو ايه ساعه التخارج من الشركه او من الشراكه عامه في ناس كتير قوي بتنسى المبادئ. يعني في البدايه انا عندي مبدا 1 2 3 4، تيجي بعد كده ساعه المشاكل والخلافات وفض بقى الشراكه تبص تلاقي انت بتتعامل مع بني ادمين تاني، فالعاده هيحفظ حقه وهيحفظ حقك. اكيد طبعا. دي النقطه الجميله اللي في الموضوع. بس خلاص احنا مضينا واتكلمنا واتفقنا، فخلاص واكتتبنا اللي علينا واللي لينا وكده وفضينا الشراكه. زعلت مني ليه؟ خلاص يعني انا مش بنفضها عشان اخسرك، انا بفضها عشان احنا نفضل صحاب. بس لان لو كملنا خسارته بتبقى مكسب طبعا طبعا طبعا. يعني ده شيء اكيد. النفوس يعني بتبان في الاواخر بالظبط، ده حقيقي. في نقطه مهمه بقى فاتتنا في نص الكلام كده. حلو. احنا بدأنا من 5000 جنيه ودلوقتي بنتكلم في مطعم في مكان محترم بديكور محترم بخامات محترمه. فانا محتاجك تحكي لي بقى ما ايه القصه دي، يعني وصلنا ازاي من 5000 لهنا. احكي لي بتدرج بسيط علشان لو في شاب او حد بيتفرج علينا حابب ان هو ومش لازم يكون عايز يفتح مطعم. حلو جدا، بس يكون معاه راس مال بسيط
وهيخاطر برضه، هو راجل عايز يخاطر، حلو. بس يبقى عارف ان هو ممكن يخسرهم عادي يعني، عشان ما يقولش احنا قلنا يعني. مش هتحط ال 5000 تبقى زي خلي بالك الراجل ده. انا 5000 جبت بيهم بضاعه وعده بسيطه اه. و... والموضوع ما اشتغلش والبضاعه باظت ورميتها وكنت على الحديد ونزلت كاشير في مكان وانا فاتح اونلاين. خلينا بقى نتكلم في نقطة مهمة قوي. حلو. انا كواحد دلوقتي خلاص اخدت الخطوة وبدأت ان انا عايز افتح، واكيد في تولز او في حاجات بتساعدك عندك في المطعم ان انت تسيطر على الحسابات، تخلي الدنيا بتاعتك اسهل، تعرف انت بعت بكام النهاردة. إيه دي؟ احكي للشباب انت بتستخدم ايه. بص انا كنت شغال برضو من زمان بالطريقه البلدي، جايب دفتر الايراد اللي دخل ايه، مصاريفي بتاعت النهارده ايه، واللي طالع في اخر اليوم ايه، واللي طالع اخر اليوم دوت كده كده اخر الشهر بيطلع منه التزامات تانية. امم. لان انت عندك برضو مصاريف دوريه بتاعت هوالك، اللي هي الحاجات اللي بتيجي كل يوم، خضار ومش عارف ايه وحاجات من دي، دي ممكن تكون بتشتريها اليوم بيوم عشان تبقى فريش. في بقى حاجات دراي انت بتجيبها كل فتره وبتخزنها، وعلى قد ما تقدر معاك فلوس اشتري بضاعه، واشتري البضاعه اللي هي المعمره اللي تنفع تقعد بالشهر والشهرين والثلاثه ما يحصلهاش حاجه. وكل يوم قفل حساباتك، يعني طالما انت هتشتغل بالطريقه البلدي كل يوم قفل حساباتك وحاول تشوف المبلغ اللي طالع ده ما تصرفش منه مصاريف شخصيه، انسى خالص المصاريف الشخصيه من فلوس من فلوس الشغل، عشان تعرف تجمع كل مثلا 10 ايام المبلغ دوت هيطلع للايجار، المبلغ دوت العماله ومش عارف ايه، المبلغ دوت هحطه في كذا. فهتلاقي نفسك اخر الشهر الدنيا متهندمه معاك. او خلي بالك انا مش بتاع حسابات اصلا، انا يعني انا اصلا ماليش في الحسابات، بس مؤخرا جبنا سيستم اودو. كده كده اودو بيسمحوا لك ان انت تستخدم ابلكيشن واحد فور فري عندهم، اه وباقي الابلكيشنز لو عايز تستخدمها تبدا تدفع بتدفع فلوس. فلوس. فلو حد شاب عايز يبدا، دي نصيحه كويسه ان هو هيبقى عندك حاجه فاشتري بتهندل لك الحسابات حاول وببلاش. حاول بقدر الامكان السيستم، استثمر في السيستم والعماله والبضاعه، دول اكتر ثلاث حاجات هيفيدوك يعني. السيستم جماله في حاجه ان انت بتحط عليه المخزون اللي انت بتشتريه، لو ليك واحد صاحبك، لو انت مالكش في الكوست كنترول شوف حد يكون بيفهم فيه يسيستم لك الدنيا، يحطها لك يحط لك برضو الحاجات بتاعتك على السيستم، بحيث ان انت كل فتره تطبع الشيت تعرف ايه اللي خرج من عندك من المخزن، كلفك قد ايه الحاجات اللي انت بعتها، والمبلغ اللي طلع من بعد المصاريف قد ايه اللي فاضل معاك. هتفرق جامد على عكس من الطريقه اللي هي بتاعه الدفتر. اكيد. طريقه الدفتر لو انت ما عندكش طقطان تكتب كيلو رز بكذا مش عارف ايه بكذا، هتلاقي نفسك كاتب مصاريف توتال قد كده، واللي دخل النهارده قد كده. طب انت شاري النهارده رز اكتر من الخضار، اه. ايه اللي دخلك فلوس وايه اللي انت حطيته وما دخلكش حاجه. فالسيستم بيفرق في الحاجات دي كلها يعني، اكيد طبعا. ده بشكل مبسط يعني. ماشي، ما دي حاجه كويسه جدا ومفيده للشباب، خصوصا في ناس كتير ما تعرفش ان البيزنس بيبقى معتمد اعتماد تام على الكاش فلو، اه طبعا. التدفق المالي او التدفق النقدي زي ما بيقولوا عليه. اه فلو انت التدفق النقدي بتاعك مش موجب معظم الوقت، انت كده كده مستحيل يبقى موجب طول الوقت. طبعا. بس لو مش موجب معظم الوقت او ما وصلتش لان هو يفضل فترة طويلة جدا موجب، يبقى انت بتعاني من مشكلة. اه ده معناه ان انت مفيش كاش بيقعد معاك. ولازم برضو تشوف حد بتاع حسابات شاطر لو انت مالكش في الحسابات، مظبوط، او تعلمها. او تعلمها. لان الموضوع كله جمع وطرح، بس هي الفكرة كلها تعقيده في عمليات الجمع والطرح الكتير. اه وان انت بس سهل برضو ان انت تتابع، تتعلمها مع التدريب. دي سهل اه. بتتعلم، بس برضو في نفس الوقت حاول تشوف حد بتاع حسابات وطالما انت لسه بتبدأ ممكن تلاقي حد من صحابك دماغه شغال، يعني انا اعرف اه. ناس ما شاء الله اذكياء جدا في موضوع الحسابات ده، كل فتره تعالى لي الحق في امم. كذا كذا كذا. فطالما قدامك سكه متاحه ببلاش حاول تستفيد منها، على الاقل تتعلم منه، علشان خاطر انت بعد كده تعرف تكمل مع نفسك، ولما ربنا يكرم الموضوع يوسع جامد معاك والشركه تكبر، عندك باشا انت كده محاسب كده بقى، هتنزل اه. محاسب وهتجيب مدير تشغيل وهتمشي الدنيا. بالظبط اه. طيب، النصيحة بتاعتك بعد كده، احنا اتكلمنا لو انت عايز تفتح مطعم تركز على ايه، تشتري انهي انواع بضاعة، تركز على ايه في الحسابات بتاعتك. حلو. السؤال بقى بتاعنا مثلا، احنا عارفين ان اي حد عايز يفتح مطعم النهارده هيفتح مطعم برجر، هيفتح مطعم بيتزا، يا هيعمل مطعم. فاحنا خلاص الداري اتعودنا على الافكار دي. الداري فرايد تشيكن، اه. برجر، بيتزات، مكرونات، حلو، وفطير. وفطير. الفطير بقى بدأ مؤخرا، اه، بدأ موضوع الفطير من دوت ساعة عم شلتت. الله يكرمه الصراحة. بدأ من بعد منه تقريبا في ناس تانية بدأت تظهر، مع ان احنا بالظبط. عندنا الفطير ده من زمان جدا بس ما كانش ده في حد بيظهر على السوشيال ميديا، يعني بالظبط عم اه. شلتت يعتبر
اول واحد بتاع فطير نبتدي نشوفه على السوشيال ميديا. بس انت قلت حاجة النهاردة، يعني بالنسبة لي انا يعني فاتتنا ان احنا نتكلم عليها. انت قلت انت عايزك تركز على الباكنج وعلى الفكرة اه، بتاعتك، وتشتغل عليها، هتبروزها ازاي؟ ولازم تشتغل على الفكر. اكيد. و... بس مم. النقطة اللي انا عايز اتكلم فيها، مم. الفكرة الحلوة قوي لو انت ما وصلتهاش للناس صح ببراندنج مظبوط، صح. يبقى انت ما عملتش اي حاجة. غيرك معاه فلوس وشاطر ومعاه وهيعمل تيم البراندنج هيعمل. ده وهيعمل كل ده. هيعمل. فهي النقطة كلها بالنسبة لي انا، هيبقى قدامك حل من اتنين: يا اما تجتهد في البراندنج على صح. قد ما تقدر على قد امكانياتك وتقعد تطور فيه كل شويه، صح. و يعني على قد ما ربنا يقدرك. ده الحل التاني تروح لشركه متخصصه، في مجال السوشيال ميديا. مش شرط في مجال السوشيال ميديا، انا بقول لا، تروح لشركه متخصصه في مجال البراندنج. اه، يعملوا احنا ده. شركه سوشيال ميديا بس مش متخصصين في مجال البراندنج. مظبوط. احنا تخصصنا الاكبر في مجال صناعه المحتوى. حلو. انا لا، روح لشركه متخصصه في مجال البراندنج، وحاول ان انت تدور على حد حنين في الاول، الا لو انت معاك راس مال يسمح ان انت تروح لشركه تقيله بقى تعمل لك البراندنج والباكجنج بتاعتك على سنجة 10. عادي يعني، متاح ده من ده متاح. لده. بس بتكلم في ان على الاقل على الاقل يظهر اي نوع من انواع الاحترافيه، وحاجه تكون قريبه من الفكره بتاعتك. الناس ازاي ان هي الفكره بتاعتك تتحول من حاجه انت بتدوقها اه، لا لا لحاجه لا. انت بتشوفها. صح. وتحاول توصلها، تحولها للايف ستايل عشان خاطر بالظبط. الناس تحب ان هي تبقى معاك على تبقى طول. بالظبط بس في تبقى البداية ما حدش بيبقى بالذات الشباب ما بيبقاش معاه فلوس ان هو يعمل القصة دي، فبنبدأ بأقل مظبوط. امكانيات. فلو فكرتك حلو او انت اشتغلت على الفكرة، حاول ما تطلعش كل حاجة في البداية، بحيث ان انت لو اتحرقت ما تبصش تلاقي حد تاني معاه فلوس وعنده شركة كويسة وعنده تيم محترم وقادر ان هو يصرف ويكلف ويعمل، عجبته الفكرة بتاعتك فخلاص هو بدأ واخدها وممكن يشتغل عادي. وانت لما تظهر في يوم من الايام محدش هيفتكرك، مع ان انت من قبل منه، بس محدش هيفتكرك. مظبوط. هم هيفتكروا الشخص اللي ظهر او المطعم اللي ظهر مرة واحدة. مظبوط. فحاول ما تحرقش كل حاجة عندك في البداية، ما تكبرش المنيو بتاعك قوي، حاول تخليه سيمبل على قد ما تقدر. وطول ما انت عندك الكرياتيفيتي عاليه ما تقلقش، هتلاقي نفسك انت كل عملت يا جماعه انا عملت كذا والمطعم الفلاني اخد وعمله بعد مني بسنه او مظبوط. بسنتين، مفيش مشكله. هتكملوا على نفس الوتيره ولا اه. خلاص يعني اه. هتستنوا لما حاجه جديده تنزل تلقطوها وتبتدوا تنزلوها؟ ف... فما تحرقش كل حاجه. انا شايف برضو ان هي بتبقى يعني هي فيها سلبية طبعا، اه. ان لو في مطعم اشهر منك خد اه فكرتك طبعا. ونزلها بتضايقك شوية، اكيد. بتتحرق على فكرتك. يعني انت بتزعل شويه، بس في نقطه حلوه. نقطة ايجابية بقى. النقطة الإيجابية إن أنت شفت إن حاجتك اللي أنت عملتها ناجحة لدرجة إن فلان مثلا أو المكان الفلاني أخدها وعملها. مظبوط. عجبتكم للدرجة دي يا جماعة؟ لا ده أنا دماغي تمام أكمل بقى. اه بالظبط. فدي حاجة تفرحك أنت من جواك. بالظبط. وبعدين غير نقطة تكمل بقى، في حاجة ساعات الشباب بتتجاهلها او بتنساها: مم. الشخص اللي موجود وناجح ومشهور من قبلك ده، وحتى لو هو خد فكرتك، حلو. عشان احنا كلنا في سوق يعني، أه طبعا. فهو عدى بحاجات كتير قوي قبلك وبدأ من قبلك أه طبعا. بكتير وصرف كتير وعمل كتير علشان يوصل للمكان اللي هو فيه صح. دلوقتي. فانت لما تيجي تبص لها وتحسبها، ما تبصلهاش وتحسبها حسبة اللي هو ايه ده، يعني انا مجهودي اتحرق. لا طبعا افرح، لا. أنا لا اتحرق ولا حاجة، هو أخد من بالظبط. عندك حاجة ناجحة عندك بالظبط. وجربها عنده وعرف يطلعها ويسوق لها، فهو اشتغل برضو بيها. بالظبط. لان هو برضو تعب قبل كده. بالظبط. ما سرقنيش، بس آه. هو قلدني، فطالما قلدني يبقى انا كمان كويس. انا في يوم من الايام هوصل للنقطه اللي هو انا انا اللي هبقى بتقلد اكتر بقى، وانا هبقى انا وانا الواجهه، معروف. هبقى انا الواجهه، هبقى وانا انا اللي معروف، معروف صح. واجهة دي السوق ده. دي حاجه جميله، خلي بالك. بالظبط. اه. وحاجه فعلا الشباب ما بتاخدش بالها منها يعني. يعني كتير بنشوف شباب بيطلع مثلا اصل البراند الفلاني اخد مش عارف ايه اللي احنا عملناه من مش عارف 3 سنين ولا 4 سنين وعملوا السنه دي مم. وكسر بيه الدنيا. ما هو لو كسر بيه الدنيا وانت ما كسرتش بيه الدنيا وقتها، يبقى هم عملوا حاجه صح انت ما عملتهاش. هم في درس عرفوا. تتعلمه، دايما هتلاقي في حته. درس تتعلمه. طب دي حته جماعه الصين جميله في نقطه ان هم اي حاجه بتتعمل في اي حته هم بيعرفوا يعملوها. مظبوط. هل يا ترى دي حاجة عيب مثلا؟ لا طبعا، ولا أي حاجة. باشا أنت المنتج ده ناجح لدرجة إن إحنا خلاص قلدناه بأقل التكاليف ونزلناه لك تاني بسعر مخفض. مظبوط. فدي حاجة ما تزعلش، ده بل بالعكس يعني أنت تفرح، عشان أنت وبعدين لما تتشهر في يوم من الأيام هتيجي تقول يا جماعة أنا كنت بعمل كذا كذا
وفي مكان كذا وكذا وكذا كانوا بيتعلموا مني، والناس دي اكبر مني بكتير. بالظبط. خلي بالك دي تحسب لك وجميله طبعا. جدا معنويا ليك انت بعيدا عن اي حاجه. طبعا مظبوط والله يعني، وكلام حقيقي فعلا. طيب انا نسألك اخر سؤال بقى، ماشي انا معاك. ايه نصيحتك لرواد الاعمال؟ الشباب الصغيرين، انا آه. انا مش رائد اعمال ولا بزنس اونر. اصلا بقى. ومش يعني وخلي بالك في ناس كتير ما كانتش تعرف ان انا صاحب المطعم، كان بيبقى موظف عادي الشيف اللي شغال، وبطلع اقدم اوردرات واعمل عادي كلنا عشنا الوان مان شو ده فتره طويله. طبعا طبعا. وحتى دلوقتي برضو انا مش في ناس كتير ما تعرفش ان انا صاحب المطعم اصلا، وبالنسبه لي دي حاجه مش وحشه، دي حاجه جميله. طبعا. عشان يتعامل معايا على ان انا شخص شغال، لا هيطلب مني حاجه زياده عن الحد، ولا هيبقى في عشم زايد ما بيننا في الكلام من ناحيه العملاء، وفي نفس الوقت برضو انا شغال فاهم واخد مكاني. فنصيحتي ليك افرح ان انت عايز تعمل، بس خطط صح من البدايه، ومهما كانت خطتك برضو مش هتمشي صح يعني. مليون في المية. انت بنيت ستيبس هتقع في واحده فيهم. مليون في المية. وراعي ربنا، دي اهم حاجه. أكيد. راعي ربنا، لان هيجي عليك وقت هتمسك فلوس، ولو انت مش مهيئ ان انت يبقى معاك مبلغ هتخرب الدنيا. بعيدا بقى عن امور يعني، خلينا برضو في نقطه دينيه شويه. كتر المعاصي اللي بتيجي من ورا بسبب الشغل اللي جاب لك فلوس، ربنا مش هيوفقك فيه. اكيد. وخلي بالك هيبقى عندك شغل كتير وفي فلوس كتير داخله، بس بتروح فين يا جماعه؟ انا مش عارف. هتلاقي نفسك طول بتشد في شعرك. فكان في آية كده كانت دايما بتتكرر قصادي في الفترة اللي أنا كنت فيها في محنة، كانت محنة صعبة يعني. فلما نسوا ما يذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء فأخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ربنا بيديلك وبيشوفك هتعمل ايه من الاختبارات يعني الجميلة اللي في الشغل، ان ربنا سبحانه وتعالى هيديلك مرة واحدة او هيديلك على بعد معاناة، وهيشوفك هتعمل ايه. لكن انت ماشي في سكة غلط هيديلك اكتر 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 لحد ما تبقى تمام، بعد كده تلاقي نفسك في الكارثة اللي نزلتك تحت الصفر. فابعد يعني، ربنا كرمك اتقي الله كده اهوت ايه وامشي جنب الحيط. انا الحمد لله ربنا اداني، همشي كويس، هبقى بني ادم عادي جدا مفيش اي حاجه، مش هتفاخر بزياده ولا هعمل. افرح يا عم، محدش قال لك ما تفرحش، بس ما تتفخرش بالشيء عشان ما يتاخدش منه، وما تتعلقش بالشغل. يعني البيزنس بالذات ما ينفعش تتعلق بيه عشان لو حصل اي حاجه ما تجيش انت تتعب نفسيا وتأذي نفسك. مظبوط. لان اللي بيتعلق بحاجه جامد لما بيحصل فيها اي مشكله كبيره او دروب كبير هو نفسيا بيتاذى، فبعد كده تبص تلاقيه خلاص بقى كان انا مش قادر ادي، مش قادر اطلع، ما عنديش طاقه. بيقول لك البيزنس ده حاجه معموله عشان تتباع اصلا. يعني اشتغل عليها لحد ما توصل لمرحله اللي هو ايه انا. فهو لا البيزنس يعني بيتعامل كانك حتى لو انت معاك البيزنس ده عباره بالنسبه لك عن اسيت، او اللي هو مش عارف اسيت بالعربي بصراحه، حاجات تزعل يعني. بس لو هو وصل لمرحله ان هو اسيت وبيدخل لك فلوس وانت نايم، حلو، لا يزال هو مجرد شيء علشان يتباع. بمعنى ايه؟ بيتعامل معامله البضاعه. طب احنا ليه بنقول الكلمه دي؟ علشان نقطه التعلق الزايد اللي انت بتتكلم عليها دي. هو ال يعني بيني وبينك مفيش حد بيدي كل المجهود اللي هو بيديه ده للبيزنس وما يتعلقش بيه. يعني بيبقى في سنه كده من العاطفه تجاه اللي هو اصل البيزنس ده ابني، ده اصل انا بدأته من تحت قوي معاك، اصل مش عارف ايه معاك. بس قرار زي ده في حاجه شبه الفلوس يأخرك وما يقدمكش ابدا. احكي لنا عن الدرس اللي اتعلمته اول ما بدأت خالص بال5000 جنيه بتوعك. عملت ايه غلط؟ اول غلطه المبلغ صغير، فلما جيت اجيب بضاعه اشتريت حاجات من كل حاجه انا عايزها، اشتريت كميه، وايامها كانت ال5000 جنيه ما كانوش مبلغ كبير قوي ولا مبلغ صغير يعسفك، يعني ممكن تشتري بيه اللي انت محتاجه. فغلطت غلطه ان انا جبت الحاجات اللي هي ممكن تستهلك بسرعه او صلاحيتها تبوظ بسرعه في البدايه، على اساس ان انا اول لما هبدا الناس هتهجم عليا اونلاين ابعت وهات ومش عارف ايه وبتاع. اول 10 ايام ما بعتش، حاجات كتير قوي باظت فرمتها. رحت نزلت بقى ايه بدور على شغل بقى، نزلت كاشير، وكنت بعد الشغل بنزل على الشقه افضل قاعد مستني لو جالي اوردر. اول اوردر طلعته كان صديق ليا اسمه ايهاب،
كان في 45 كان ب 215. ياه. كانت اول فلوس ادخلها. وطبعا سعادتك بيهم. وطبعا كنت فرحان جدا. بس انت كنت بتشتغل كاشير عشان اجمع فلوس، عشان تجمع فلوس وتحطها في البيزنس تاني. واحطها في الشغل. مش مصاريفي الشخصيه. وانا شغال معاهم كاشير لقيت شغل في مكان تاني بوقت اقل بمبلغ اكبر، فرحت نقلت ورحت جاي استاذنت منهم ورحت المكان التاني عشان انا محتاج الوقت برضه. وانا في المكان التاني ده كان كافيه، لقيتهم عايزين يفتحوا مطبخ، وبيتكلموا معايا في نقطه ان هم لو ما عندكش شيف عايزين نعمل مطبخ في المكان ومش عارف ايه. قلت لهم يا جماعه انا اصلا عندي بيج اونلاين بعمل 1 2 3 4. اخدت منهم المطبخ بالنسبه. الدنيا كان المكان ميت رايح في 60 داهيه وقتها، وما كانوش معروفين قوي الكافيه دوت. وكان ايامها في شباب بلوجر هينفعوا لي اسمهم المطعمجيه نصر. بصراحه انا عايز اوجه له الشكر. نصر شخصيه محترمه جدا يعني، مش معروفين قوي بس شباب محترمه جدا يعني. نصر كلمته كنت اعرفه من قبلها بفتره. قلت له انا اخدت مكان في الحته الفلانيه ولو حابب تيجي تجرب. جا وعمل لي فيديو وعملنا اوفر للناس. صحاب المكان لقوا الدنيا مره واحده بقت كده ما شاء الله. مكان دورين وبتاع وكان فاضي مش شغال. فجاه لقوا الدنيا بقت كده. كانت دي البدايه بقى. دي بقى اللي كانت البدايه الحقيقيه. دي الانطلاق. والبضاعه كنت شايل بضاعه ب 1000 جنيه. هم اللي جمعتهم. عايز ايه فلان؟ انا محتاج كيلو جمبري و2 كيلو كذا. هبعتهم لك هحاسبك بعدين. تاخد الحاجه اجل اجل وال1000 جنيه جبت بيها الاساسيات اللي لازم احضر بيها الصوصات والخضار والحاجات دي كلها. عملنا الاوفر. الدنيا ما شاء الله ضربت جامد. وبعدها بفتره اخدت المحل بتاع مصطفى. حصل خلافات يعني وكده. وصاحب المكان بدا يعلي النسبه واحده في واحده. كانش فيه مكسب. فلقيت نفسي انا شغال بضاعه اجل بدي الناس فلوس اشتري بضاعه ادي لصاحب المكان بتطلع ولا حاجه ابيض يا ورد. طب هل يا ترى انا يعني اكيد انا عايز برضو فلوس عشان ما اضطرش ان انا انزل شغل جنب الشغل تاني وبتاع وتبقى نفس البهدله. فبعديها لا الحمد لله ربنا كرم واخدت المحل بتاع مصطفى كامل ده. وكان ايجاره صغير وقتها ما كانش كبير قوي. وتقريبا بدات برضه برقم بسيط يعني رقم ما كانش يتخطى حاجز 26000 جنيه. كراسي وترابيزات بلاستيك. ما بيضنا المطبخ جبنا عده بلدي ويلا يا جماعه المهم نشتغل. ابدا باشا. حط نفسك وهتلاقي نفسك الدنيا بتمشي وبتتعلم وسيبها على الله. بس برضه من الغلطات الوحشه ان انت ما يبقاش معاك سيول. اكيد هتدور على اي حته تجيب منها سيوله بعد كده وهتلاقي نفسك اتكعبلت يا تقفل. فلازم تبقى معاك سيوله. الا اذا لو انت السيوله دي انت هتحتاجها في ايجار. ولو انت العماله ما فيش عماله خلاص تمام ماشي الدنيا حلوه. بس اهم حاجه يبقى معاك فلوس الايجار وفلوس البضاعه والتسويق. 3 حاجات دول. غير كده انت ممكن تعتمد على نفسك في البيزنس في البدايه لو الحاجه مش مستاهله ان انت يبقى معاك ستاف او معاك عماله. احنا فخورين ان احنا قعدنا معاك النهارده حقيقي يعني. وانا فخور بشكل شخصي بيك وبقصتك. وحقيقي كل مره بسمعها بنبهر كده. ربنا يخليك يا رب. ده بشكل حقيقي يعني. لان قصه ملهمه وبتفكرني ببداياتي. ودي حاجه يعني انا بتبسط لما بسمعها جدا حقيقي. البدايات الصعبه حلوه. خلي بالك حلو. الناس اللي بدات ب6 صفار يا جماعه لما بيطلعوا في بودكاست وتسمعوهم اسمع الرقم اللي بدا بيه. مظبوط يعني في ناس بتبيع الوهم بطريقه بشعه حقيقي. فالناس دي مش هتستفيد من وراهم غير ان انت هتسمع كلام منمق ولبق وجميل. بس اسمع الرقم اللي هم بداوا بيه. احنا خلاص عامة عنوان الحلقة ده احنا عرفناه يعني. احنا عنوان الحلقة هيبقى من 5000 جنيه إلى مطعم. لأنها بجد قصة تحول رهيبة. فربنا يكرمك. 3 سنين معاناة خلي بالك. طبعا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. شكرا لكم الوقت. العفو. ربنا يخليك. وألف سلامة. شكرا على الاستضافة. سلام.